ازيكم عاملين ايه؟ النهارده خامس حلقه في سلسله الحمل شهر بشهر، واللي فيها هنتكلم عن الشهر الخامس بالتفصيل، حاله الام وحاله البيبي والفحوصات المطلوبه منه. وكالعاده طبعا بنبدا بحاله الام. خليني احكي لكم كل الاعراض اللي بتظهر في الوقت ده، اللي فيها هيطمن وايه اللي فيها لازم نستدعي فيه الدكتور. واول عرض هيظهر معانا ان بسبب تمدد حجم الرحم عشان يتسع حجم الجنين، هتلاقي ان بدا يظهر معاكي الم في الجنب اليمين، وده بنسميه بالم الرباط المستدير. طب احنا نقدر نتغلب على الوجع ده؟ هتقدري، في حين ان انت ممكن تعملي قربه ميه دافيه وتحطيها على الجزء اللي وجعك. بس في حاله ان الوجع ده لقيتيه زاد معاكي بطريقه ان انت مش قادره تستحمليها، وقتها لازم تبلغي الدكتور بتاعك. الدكتور وقتها هيقدر يكتب لك على علاج يهدي معاكي الوجع ده، بس ما تاخديش اي حاجه ولا اي مسكن غير باستشاره الدكتور بتاعك. هتبداي تلاحظي ان بقى في صعوبه في التنفس، وده بسبب ان البيبي ما شاء الله حجمه بيكون كبر، فبيبتدي يضغط معاكي على عضله الحجاب الحاجز، فهتلاقي ان الجزء اللي عند فم المعده هنا بدا يبقى مكتوم ومش عارفه تاخدي نفسك. بس العرض ده من التعود عليه في الفتره الاخيره في الحمل، هتلاقي ان انت خلاص العرض ده ما بقاش مضايقك خالص. وكمان من العادي جدا ان في الفتره دي تحسي بشويه عدم اتزان، وده بسبب ان تقل جسمك كله بقى متركز على منطقه البطن، فده بيأثر شويه على الظهر، بيخلي ان انت تحسي بعدم اتزان. ما تقلقيش، العرض ده مش دايم معاكي، هيقعد معاكي فتره مؤقته ومش هتلاقيه موجود. وطبعا العرض الشائع في الثلث الثاني من الحمل هو الحموضه وحرقان المعده. اول حاجه الدكتور كده كده اصلا اول ما بتبداي في الثلث الثاني من الحمل بيكتب لك على علاج يكون امن وفعال جدا في الفتره دي يهدي معاكي موضوع الحموضه والحرقان. تاني حاجه انت تقدري تتغلبي على ده بانك تاكلي حاجات فيها الياف زي الخيار مثلا، زي الخس. الحاجات دي هتعمل معاكي ترطيب، هتهدي جدا مشكله الحموضه والحرقان دي. احيانا الانتفاخ والامساك بيزيدوا جدا في الفتره دي. طب هل المشكله دي ليها حل؟ ليها حل، والحل في ايديك انت. هتعملي خطوتين. اول حاجه ان انت هتاكلي الاكل الغني بالالياف، هناكل مثلا برتقان، هناكل خس، هناكل خيار. الحاجات دي بتلين جدا المعده وهتخلي مفيش امساك. تاني حاجه عايزاكي تهتمي جدا بالتمشيه. تمشيه كتير معنى كده ان الامعاء هتبقى حركتها احسن وحركتها اسهل، فبالتالي الامساك مش هيبقى موجود معانا، لان بعد الشر عنكم جميعا يا رب في حالات الامساك لما بيسكتوا عنه بيزيد معاهم وبيقلب معاهم لبواسير، فمرحله البواسير دي مش عايزين اي واحده حامل توصل لها. ومن ضمن التغيرات اللي بتحصل للجلد في الفتره دي زي مثلا كلف الحمل او ظهور خط بني بطول البطن هيظهر معاكي. طيب كلف الحمل ده يعني ايه؟ كلف الحمل ده بيكون غمقان في بعض اماكن الجسم، مش الجسم كله، زي الرقبه مثلا، زي الركبه، زي الاندر ارم، زي منطقه البيكيني. بس خليني اطمنك، كل ده هيروح بعد الولاده على طول، او بالمعنى الادق بعد فتره النفاس. هتلاحظي ان كل حاجه اتغيرت في جسمك في الوقت ده، هتلاحظي انها بدات ترجع لطبيعتها. يعني اللي في فتره الحمل بشرتها مثلا اتملت حبوب، واللي جالها كلف حمل، واللي ظهر معاها الخط البني ده، اي عرض غريب ظهر عليكي هتلاقي ان بعد فتره النفاس كل ده انتهى وكل ده ما بقاش موجود، وجسمك رجع لطبيعته عادي جدا كأن ما حصلش اي حاجه. وما تنسيش اول ما تلاحظي ان جلد البطن بدا يحصل فيه التمدد ووصلتي لمرحله ان انت محتاجه تهرشي، بلاش ان انت توصلي لمرحله ان انت تهرشي دي ابدا، مش عايزاكي تعملي كده. كل اللي طالباه منك ان انت اول ما تبداي تحسي بالتمدد ده وتحسي ان في حرقان في الجلد في منطقه البطن، تكلمي الدكتور وتطلبي منه ان هو يكتب لك نوع مرطب مناسب ليكي في الوقت ده، وتهتمي ان انت ترطبي الجلد كذا مره في اليوم. يعني على حسب ما الدكتور هيقول لك هيكتب لك نوع المرطب، وهو كمان هيحدد لك تستخدميه كم مره في اليوم. الجرعات اللي الدكتور هيحددها لك التزمي بيها، وهتلاقي ان موضوع الحرقان او الاحساس بالهرش ده في موضوع التمدد هتلاقيه قل معاكي نهائي. في من ضمن الاعراض اللي هي غير شائعه، يعني مش بتحصل لحالات كتير، بيكون عندهم احساس بجفاف في العين. وقتها تقدري تستشيري دكتور عيون، وهو هيفيدك جدا في الوقت ده لما يعرف ان انت حامل وفي الثلث الثاني من الحمل، هيقدر يكتب لك الحاجه اللي تتناسب معاكي. وفي الوقت ده من الحمل وزنك ووزن البيبي بيكونوا زادوا شويه، فهتلاحظي ان الوزن الزايد ده بدا ياثر على رجلك شويه، سواء بقى بالورم او بالوجع. الوجع هنتعامل معاه ازاي؟ ان احنا الدكتور ممكن يكتب لنا على نوع مسكن ناخده عند الضروره. طيب الورم احنا اتفقنا من الفيديو اللي فات احنا هنتعامل معاه ازاي. اتفقنا ان انت لو قاعده مش هتخلي رجلك على الارض فتره طويله، هتحاولي ان انت ترفعيها على كرسي صغير وتخليها مرفوعه عن الارض شويه. طب لو نايمه هتحطي مخده تحت رجليك. المهم ان انت ما تخليش رجلك نازله لتحت لوقت طويل عشان الورم ده ما يزيدش معاكي. اما بقى عن العرض الاكثر شهره في الفتره دي من الحمل، وهو التهاب المسالك البوليه، وده تقدروا تعرفوا كل حاجه عنه بالتفصيل، متكلمين عنه في الفيديو اللي فات بتاع الشهر الرابع، لان هو بس جزئيه طويله جدا فانا مش عايزه اطول عليكم، تقدروا ترجعوا له من فيديو الشهر اللي فات. في عرض كمان حالات كتير جدا بتشتكي منه وهو الصداع، بس انا عايزاكي تركزي كويس جدا مع موضوع الصداع
الصداع ده. يعني لو لاحظتي ان الصداع مستمر ما بيروحش او كل شويه عمال يزيد معاكي، عايزاكي تعملي خطوتين. اول حاجه هي انك تقيسي الضغط، تاني حاجه ان انت تبلغي الدكتور وتكوني قستي الضغط وتبلغيه الصداع معاكي بقاله قد ايه وبيزيد ولا لا، وقياس الضغط رقمه كذا. وقتها بقى الدكتور هيوجهك، سواء يقولك ان كده الضغط عالي ومحتاجه ان انت تروحي له دلوقتي حالا، او هيقولك على حاجه مثلا تستخدميها تقلل معاكي الصداع وتظبط معاكي الضغط. عايزين نخلي بالنا كويس جدا في الفتره دي من الهدوم يا جماعه، حاولوا تخلوها ان هي تكون واسعه خاصه في منطقه البطن، مش عايزين اي حاجه تضغط على الجزئيه الخاصه بالرحم نهائي. اما بقى عن التغيرات المزاجيه والمود الوحش، طبعا ده من اشهر اعراض الثلث الثاني من الحمل. طب نقدر نتغلب عنها ازاي؟ حاولي ما تسمعيش لاي حاجه سلبيه حواليكي، وحاولي اي حاجه بتعمليها بتخليكي مبسوطه حاولي ان انت تعمليها في الفتره دي. سواء تنزلي تتمشي، سواء تخرجي، تعملي اي حاجه انت بتحبيها تغير من مودك شويه وتغير من نفسيتك. ومعلش في عرض هيكمل معانا شويه حلوين كده، يعني الفتره الجايه كلها هنلاحظ ان العرض ده مستمر معانا، وهو وجع الظهر. لان طبعا ما شاء الله كل ما البيبي بيكبر كل ما تقل جسمك بيزيد على البطن طبعا، وكل ده متحمل على ظهرك. فظهرك هتلاحظي ان هو بدايه من الشهر الرابع ولحد الشهر التاسع في الم في الظهر، وكل فتره عمال بيزيد. فمعلش كل ام تستحمل الوجع ده وتدعي ربنا ان هو يقومها بالسلامه ويقر عينيها برؤيه جنينها سليم وعافي يا رب. طبعا في الوقت ده 90% من الحوامل بتكون شكوتهم الاساسيه ان هم عندهم ارق وعندهم قله نوم. طيب ده بيكون بسبب ايه؟ في منكم مثلا بسبب كتر دخول الحمام. طبيعي ان انت تحسي ان انت محتاجه تدخلي الحمام كتير. انت دلوقتي بتدخلي لجسمك كميه سوائل كتيره عشان تعوضي وتخلي ان الدم يجري في جسمك بشكل كويس، عشان الدم يوصل للبيبي بشكل كويس. فطبيعي جدا ان الكلى تشتغل بشكل اكتر، فطبيعي ان انت جسمك يتخلص من السموم بشكل اسرع. فهتلاقي موضوع دخول الحمام ده زاد معاكي برده بدايه من الشهر الرابع لحد الشهر التاسع. وكمان ممكن من تعب ظهرك وتعب رجلك ما تقدريش ان انت تنامي. بس انا هقولك على حل هيساعدك جدا في موضوع النوم ده. اريح وضعيه للحامل في الوقت ده في النوم ان انت تنامي على جنبك الشمال وتخلي فيه مخده صغيره تحت بطنك ومخده ورا ظهرك ومخده بين الرجل. الوضع ده صدقيني هيفرق معاكي جدا وهيريحك جدا، خاصه ان انت هتكوني تقل بطنك انت مش حاسه بيه لان في مخده محطوطه تحت، ووجع ظهرك في مخده محطوطه وراكي هتخليكي تحسي ان مفيش تعب في الحته دي. وفي عرض كمان معظم الحوامل ما يعرفوش اصلا ان هو ده من ضمن اعراض الحمل، وهو الاحلام الوحشه والوساوس. هتلاقي دايما ان انت قلقانه وعندك احساس ان انا ممكن يحصل اي حاجه وحشه لا قدر الله في الحمل ده. فعايزاكي في الوقت ده كل اللي انت تعمليه ان انت تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتدعي لربنا ان هو يحفظ لك جنين. الوقت ده من الحمل الدوره الدمويه بتاعت جسمك شغاله بشكل اسرع جدا، فبسبب ان الدم ماشي بشكل سريع في الجسم ده بيخلي ان درجه حراره الجسم تعلى شويه. هتلاقي ان انت في الصيف حرانه جدا عن الناس الطبيعيه، وهتلاقي ان انت في الشتاء حاسه برضو ان انت مش سقعانه زي الناس الطبيعيه، وده بسبب ان حراره جسمك اعلى من اي بني ادم طبيعي. بس لو لاحظتي ان الحراره دي هتقلب معاكي بسخونيه لازم فورا تبلغي الدكتور بتاعك. وطبعا انتوا مش محتاجين اكد عليكم ان في 3 حاجات هنبعد عنهم تماما، ولا اكل الشارع ولا الاكل الحراق ولا الاكل المليان دهون. 3 حاجات دي هنتلاشاها تماما خلال ال9 شهور بتوع الحمل. وكمان برضو في 3 حاجات لازم انبه عليهم كل فيديو في السلسله دي، واللي هم شرب الميه والاكل الصحي وقياس الضغط. والاكل الصحي برضو احنا متكلمين عنه بالتفصيل في اول 3 شهور في الحمل، هتلاقوا في الفيديوهات موجود الاكل الصحي بالتفصيل بالظبط. وعايزاكم تهتموا جدا بالكالسيوم. وبمناسبه الكالسيوم كله بيض يا جماعه عادي جدا، ما تقلقوش، الزلال اللي في البيض ملهوش اي علاقه بزلال الحمل، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طيب احنا كده اتكلمنا عن الاعراض اللي هي الامنه، اللي هي لو ظهرت علينا عادي جدا ما توترناش وما تسبب لناش اي قلق. طيب ايه هي بقى الاعراض اللي لو ظهرت علينا لازم فورا نبلغ الدكتور؟ انك مثلا تبداي تحسي بالم في القلب ومسمع معاكي في كتفك الشمال. من الوارد جدا ان انت يكون اصلا بعد الشر عنكم يا رب عندك مشكله في القلب والحمل ابتدى يظهرها معاكي اكتر. فانت في الوقت ده لو حسيتي بالعرض ده لازم تبلغي الدكتور بتاعك عشان يبتدي ياخد معاكي الاجراء الصح. او برضو لو لقيتي نفسك ان انت بتنهجي في وضع الراحه، وقتها لازم تبلغي الدكتور وتقولي له ان انت في مشكله عندك في التنفس. او برضو لو لقيتي وجع شبه وجع البريود شويه، اللي هو بيكون مغص في اسفل البطن ومسمع معاكي في الظهر، وقتها برضو لازم تبلغي الدكتور فورا عشان نتاكد بس ان هو مش اعراض طلق مبكر. احنا بكده خلصنا الجزء الخاص بالاعراض سواء الامنه او الاعراض اللي نقلق منها. تعالوا بقى نبدا في حاله الجنين. احنا هنبدا الشهر الخامس وهو الجنين طوله تقريبا 15 سم ووزنه 240 جرام بالتقريب، وهتبتدي تلاحظي في السونار ان اطرافه بقت متناسقه مع بقيه جسمه. يعني مش هتلاحظي ان الايد شكلها غريب او الرجل شكلها غريب، لا هتاخدي بالك كويس جدا ان هو خلاص اطرافه بقت متناسقه مع شكل جسمه كويس جدا. وفي الوقت ده هيبتدي يغطي جسمه ماده لزجه شبه الشحم شويه، ودي اللي بتحمي جسمه من السوائل اللي بتكون محيطه بيه، وكمان سبحان الله دي اللي بتسهل عمليه الولاده. وفي الوقت ده كمان الحواجب والشفايف
والشفايف خلاص بقوا موجودين وبشكل واضح جدا. وفي الوقت ده حاسه السمع وحاسه التذوق بيكونوا خلاص اتكونوا عنده. في الوقت ده هتلاقي الدكتور بيقولك اتكلمي مع البيبي بتاعك، هو دلوقتي سامعك وسامعك كويس جدا ويقدر كمان ان هو يميز الاصوات. فحاولي في الوقت ده انت تتكلمي معاه وباباه يتكلم معاه، بحيث ان هو لما يتولد ان شاء الله بالسلامه يبقى عارف صوتك وعارف صوت باباه. وهتلاقي ان حركته بقت ملحوظه جدا، انت هتبداي تحسي بيها. وكمان والدكتور بيعمل السونار هتلاحظي ان هو بقى بيتحرك وبيتحرك بشكل سريع كمان. يعني احنا خلاص نقدر في الوقت ده نقول ان البيبي بقى مكتمل، بس في شويه حاجات ناقصه، شويه تفاصيل صغيره، والتفاصيل دي لما بتكتمل البيبي بيكون خلاص جاهز للولاده. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالجنين، ونبدا دلوقتي بالجزء الخاص بالفحوصات. واول فحص واهم فحص في الفتره دي وده بيتعمل في اخر اسبوع في الشهر الخامس، وهو فحص الفور دي. الفحص ده بنعمله عشان نتاكد ان البيبي ما فيهوش اي تشوهات بعد الشر، وده طبعا مختلف تماما عن اللي عملناه في الشهر الثالث. يعني اللي عملناه في الشهر الثالث بيطمنا ان البيبي مش متلازمه داون، لكن ده بنطمن فيه على مقاس قطر الراس وعلى محيط البطن وعلى طول عظمه الفخذ. وبنقدر كمان من الفحص ده ان احنا نطمن على الاعضاء الداخليه زي القلب وزي الكلى وزي الكبد وزي الامعاء وزي المعده والحجاب الحاجز، لان الفحص ده دقيق جدا غير السونار العادي الموجود في عياده الدكتور. هتلاقي ان هو كشف لك عن الاعضاء الداخليه كويس جدا، بحيث ان احنا نقدر لو في اي عيب خلقي موجود في البيبي نقدر نعرفه. وكمان بيطمنا على العمود الفقري للبيبي وعلى الاطراف وعلى الاعضاء التناسليه، وبيبين لنا كويس جدا حاله المشيمه والميه اللي حوالين البيبي وكمان الحبل السري، وبرده من خلاله بنقدر نشوف تطور حركه البيبي عامله ازاي. في حاله ان لا قدر الله اكتشفنا من الفور دي ان في مشكله في البيبي، هل نقدر نعالج البيبي وهو جوه؟ للاسف الاجابه لا. طب احنا ليه نعمل الفور دي طالما ما فيش علاج؟ احنا بنعمل الفور دي في الوقت ده لسببين. اول سبب هو ان احنا نقدر ناخد احتياطاتنا للبيبي يوم الولاده. يعني لو في مشكله في القلب مثلا نقدر نستضيف دكتور قلب يكون موجود في اوضه العمليات، لو في مشكله في الكلى مثلا يكون في دكتور مسالك موجود في اوضه العمليات، اللي هو نقدر ناخد احتياطاتنا بحيث لو في اي حاجه تقدر تتلحق يوم الولاده الدكتور المختص بيها يكون موجود معانا يوم الولاده. وتاني سبب ان الام والاب يكونوا مهيئين نفسيا ان البيبي ده جاي، وبعد الشر عنهم جميعا يا رب، جاي وعارفين ان هو فيه مشكله. وكمان الفحص ده المحبب لكل ام ولكل اب في الوقت ده، وده لان الفحص ده بيبين لنا وش البيبي وملامحه كامله، نقدر نشوف البيبي كانه معانا بالظبط. اما بقى عن الجزء الخاص بالتحاليل، هنعمل 5 تحاليل. هنعمل صوره دم كامله، وهنعمل تحليل سكر، وهنعمل تحليل بول، وهنعمل تحليل غده، وكمان هنعمل تحليل الزلال. ال5 تحاليل دول مهمين جدا ان احنا نعملهم في الفتره دي. وبكده نكون اتكلمنا عن الشهر الخامس بالتفصيل. لو استفدتي من الفيديو حابه غيرك يستفاد، شاركي الفيديو معايا، ولو عندك اي سؤال اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك.